السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ بصوا بقى، النهارده هنعمل حاجة حلوة سهلة خالص خالص وجميلة قوي، وتنفع نعملها كتورتة مثلا لو احنا عندنا مناسبة مثلا او حاجة. بصوا، تحفة بجد وبسيطة جدا وما فيهاش اي حاجة خالص وسهلة قوي. حتى البنات الصغننين سهلة قوي ان هم يعملوها. ممكن نعملها كتورتة، ممكن نعملها في كوبات كده، ممكن نعملها في اطباق صغيرة زي ما انتوا عايزين. اول حاجة عندي هنا انا هعمل الكريمة بتاعتي. عندي اللبن. تمام. اللبن لازم يكون ساقع طبعا. ممكن نعمل بمية عادي على فكرة ونحط لبن بودر، بس انا بحب اعمل بلبن حليب واحط كمان معاه لبن بودر، الطعم بيبقى اجمل بكتير. انا حطيت كوباية سكر وعليهم معلقة سوري كوباية لبن وعليهم معلقة سكر، دوبتهم كويس، وبعد كده ايه هحط كوباية الكريم شانتيه بتاعتي. عندك بقى لبن بودر زي كده حطي، هتخلي الطعم احلى. عندك القشطة بتاعت وش اللبن برضو ممكن تحطي، برضو بتخلي الطعم اجمل. الحاجات دي بتدي طعم اجمل بكتير للكريمة. زي ما انتم شايفين كده. انا هحطها بقى ايه، هحطها في التلاجة شوية. ده عندي بسكوت شاي، اي بسكوت شاي. وعندي ايه، نص كوباية لبن. هجيب الصينية بتاعتي او الكبات بتاعتي او الاطباق ايا كان اللي انا هعمل فيه، وهعمل ايه، هبل البسكوتة وهرصها زي ما انتم شايفين كده. هفردها كلها في الصينية كلها. يا دوبك هبلها، بس اللبن ده ما فيهوش اي حاجه خالص، لبن عادي خالص بارد، ما فيهوش سكر ولا في اي حاجه، مش محتاجين سكر تاني. انا عملته كده، فردته في الصينيه كلها، وبعد كده هحط نص الكريمه وهفردها كويس، وبعد كده ايه زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هحط طبق تاني من البسكوت. تمام. لو هتاخدوا بالكم البسكوت اللي محطوط تحت ده نوع وده نوع، بس هو نفس الطعم على فكرة، يعني عادي لو ما كملش معاكي وعندك نوع تاني مفيش مشكلة. حطيت بقية الكريمة وفردتها عليها. عندي بقى صوص توت وصوص فراولة. انا هعمل الصينية بتاعتي، هعملها نصين، نص توت ونص فراولة. اللي بيحب التوت والناس اللي بتحب الفراولة، هتبقى شكلها هتبقى حلوة جدا. ممكن تعمليها نوع واحد، ممكن لو انت عندك اي نوع صوص انت عاملاه في البيت. لو عندك ايه كمان، لو عندك توفي، لو عندك صوص مانجا، صوص شوكليت، بص اي نوع صوص انتي عندك في البيت انتي حباه او انتي شارياه جاهز. بصي اللي يريحك. الوصفة دي ما فيهاش اي حاجة ثابتة، يعني هي الحاجة الوحيدة الثابتة فيها هي الكريمة والبسكوت. الصوص بقى اللي من فوق ده زي ما انتي عايزة تعمليه بالنص كده، عايزة تعمليه حاجة واحدة، عايزة زي ما انتي عايزة. بصوا بقى، في الاخر ببقي معلقتين كده كريمة، بزودهم شوية لبن يبقوا ايه سايلين شوية، وبحطهم في كيس تلاجة عادي خالص، وبقطعه حاجة بسيطة خالص، واعمل ايه شرايط كده زي ما انتوا شايفين. الشرايط حتى هي مش مستقيمة قوي، ولا عاملة جنب بعضها قوي، ولا بصوا. بس في الاخر لما هنعمل الشكل هتحسوا كأنكم راسمينها بالواحدة يعني. بصوا يعني ما فيش مشكلة. بصوا هي ممكن بيتقطع ازاي او حاجة، ولا يضايقكم ولا اي حاجة خالص، هتبقى سهلة جدا. بصوا بقى بالخلة بتاعت السنان، بصوا الشكل ده بيخليها شكلها تحفة كأنك رسماها واحدة واحدة. خطيرة خطيرة. جربوها، سهلة جدا، هتعجبكم وهتعجب الولاد جدا جدا وسريعة.